السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. انتوا بتسمعوني النهارده. النهارده هنكمل برضو بقيه الاجزاء بتاعه المفرش. النهارده شكل جديد خالص هعمله معاكم. الشكل عباره عن الترتر اللي وريتهولكوا اول حاجه خالص. اول ما ابتديت اعمل المفرش وريتكم في اسكندريه انا اشتريته، بس ده الترتر اللي هو المسطح العادي، وهنشتغل معاه الخرز اللي هو ده اللي بيدي ضي الوان. هوريكم ازاي، خليكم معايا. شايفين يا بنات ازاي؟ هوريكم. احنا طبعا نطلع الخيط اهو من تحت على الدايره دي، خط الدايره اللي من بره، وهنبتدي ناخد واحده من الترتر ده كده اهو، وناخد واحده خرز. هناخد 3 من كل حاجه، بس ايه بالتناوب فوق بعض. ترتر تاني، كده لغاية دلوقتي 2 و2. هناخد التالتة، هناخد الخرزة بتاعتها، شايفين ازاي؟ هنزله قدامه هنا اهو، لازم نعدل الخيط كويس. شايفين بقت عاملة ازاي؟ زي الباقيين. هنعمل واحدة تانية جنبها. طبعا في كل مرة احنا بنشد الخيط لازم. هنكمل تاني واحدة كمان. احنا طلعت اهو الخيط من جنبها، ونبتدي ناخد واحدة، قلنا 3 من كل حاجة. خرز، لسه عايزين واحدة خرز كمان. واحدة ترتر كمان عشان يبقوا 3 من كل حاجة. خلوا بالكم يا جماعة ان الشغل الخرز والترتر ده بيبقى عايز اضاءة قوية، لان هو بيتعب العين طبعا. حطينا اهي الخيط، ابتدي يكمل بقى على الدايرة دي كلها زي ده، واوريكم لغاية ما نيجي نعمل الدور التاني. خليكم معايا. هنعمل الدور التاني اللي فوقيه، وبعدين انا هبقى اكمل الباقي واوريه لكم. نعمل الدور التاني. فناخد دلوقتي اهو
3 و3. يبقى احنا اهو بنشوف تلاتة و3. وزي ما قلنا بنشد الخيط كويس. هننزل قدامها كده اهي، وهكذا زي ما قلنا احنا نشد الخيط كويس بس مش جامد قوي يعني ما نقطعوش. ونيجي هنا من جنبها برضو كده اهو، نفتح وناخد ايه 3 و3 برضو. نكمل تاني. واحد ترترية وواحد خرز، ادي التانية والخرز، وادي التالتة ترتر. خلوا بالكم ان الابرة بتبقى حامية جدا لانها رفيعة. يبقى دلوقتي ادي 3 و3. وهنزل ايه قدامها برضو بالراحة عشان ما يشبكش في اي حاجة. ادي اهو. تالي كده خلاص اتعرفت الطريقة. اكمل لكم الباقي بقى وارجع لكم ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم الفيديو. واللي ليه استفسار في اي حاجة يقولي وانا ابقى اوريله اي غرزة تانية ان شاء الله في المفرش الجديد باذن الله. هيكون على قماش ستان بقى باذن الله. وكده يا بنات بعد ما خلصت تالي شايفينها ازاي جاية ازاي، منظرها جميل قوي وبارزة. يعني كده خلصنا الوردة بتاعت المفرش الحمد لله. فاضل زي ما قلت لكم الفرع ده هنمشي جنبه في فرع تاني وهنكمل ورقة الشجر دي زي دي بالظبط. ويبقى كده الحمد لله فاضل على بطانة يعني يتبطن، والحرف بتاعه بقى هنشتغل عليه بس بعد البطانة عشان ما ينفعش دلوقتي ان احنا نشتغل عليه وهو كده. الأحسن ان هو يتبطن ويمسك مع البطانة. يا رب يكون عجبكم الغرزة بتاعت النهاردة دي، طريقة التطريز بتاعت النهاردة. اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسونيش في اللايك والشير والفيديو عشان الكل يستفيد منه اكبر قدر، يعني اللي عاوز يتعلم يا ريت تشيروه في كل الاماكن. واللي ما عملش اشتراك وعجبته القناة يعمل اشتراك. وزي ما قلت لكم في زرار احمر موجود تحت الفيديو اسمه، لو انت عاملين بالعربي هيبقى اسمه اشتراك، لو عاملينه بالانجليزي هيبقى سبسكرايب. ما تدوسوا عليه هيظهر جنبه جرس، الجرس ده هتدوسوا عليه عشان يجيلكوا كل اشعار مني
ان شاء الله بنزل فيديو بيه وتتابعوا معايا، وان شاء الله نكمل الباقي على خير بإذن الله. السلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.